مبدئيا لازم تحدد في الفتره دي او الفتره اللي بنسمع فيها ان في لعيبه من النادي الاهلي ماشيه ولاعيبه جايه لها عروض ولاعيبه عايزينها تقعد او لا او كده. لازم انت كمشجع تحدد انت هدفك ايه. انت كمشجع مالكش اي مصلحه في النادي، انت ليك هدف واحد بس، ان النادي ده يكسب بطولات وان يبقى معاه فرقه قويه تقدر تكسب لك اي حد بلدي او وبقاء وسام ابو علي. لو انتوا كنتوا حاطين الملايين دي كلها تعجيز عشان اللاعب يقعد في الاهلي، شابوه لمجلس اداره النادي الاهلي والف تحيه. رافض رفض تام ان وسام يمشي. مش هتلاقي ضلك، لا انا اسف، لا في شريف ولا في جراديشار. هوبا تنط على الناحيه الثانيه فتلاقي ان بيقول لك اهو، بيقول لك هنمشي امام عرض الاخدود. مش هنمشي بس ابتدينا نرمي طعم، وكويس انه اترمى من النادي احسن ما يترمي لحد الخبر. وعرفنا ان العرض ده تقريبا ما يوازي 15 مليون دولار. ناس قالت كده، طبعا مش معلومه مؤكده يعني. يا عم انت يعني يا تمشي امام ده انت تمشي وسام يا اسلام، ده انت تمشي وسام. ايوه ما تمشيش امام، يعني تمشي وسام وما تمشيش امام. هي ماشيه، مشي وسام ما توشيش امام. بس انت كنت عايز وسام، انا عايز وسام وعايز امام وعايز زيزو وعايز حنان وعايز ام حنان. انا عايز كل الناس يا جماعه، لان انا لازم ابقى قوي. احنا ليه فرحنا ان وسام ابو علي قاعد؟ عشان احنا مش يعني عشان الفلوس دي مثلا مش واخدين مصلحه منها ففرحنا. ولو كان مشي كنا ناخد 8 دولار في جيبنا مثلا، مش هناخد حاجه. لكن بقاء اللعيبه دي وبقاء قوامك ده، وانك ما تبقاش مستباح ان اي حد يعلى عندك يروح للخليج على طول او لاوروبا. انت ما بقتش نادي كشافه، انت ما بقتش نادي انبي. امام لازم يقعد وما تلمحش للناس ان هو ممكن يمشي. نجم الموسم اللي فات واهم لاعب في الفرقه واهم لاعب في مصر. وانا اجي اقول ما هو انا بص، حلمي اللي انا عايزه السنه اللي جايه، فرحنا بن رمضان وفرحنا بزيزو ليه؟ فرحنا بتريزيجيه ليه؟ لان احنا عايزين تريزيجيه وزيزو وبن رمضان ده كمان يكملوا مين ده، او يكملوا كمان بامام ويكملوا وسام. انا بقى ما انا فرحان اللعبه دي جت عشان تكمل سكوادي القوي، تكمل فرقتي التقيله، تكمل فرقتي اللي انا عايزه ترعب، تكمل فرقتي اللي كل الناس بتراهن على الفرقه دي ان على الاقل انت دوري الابطال السنه اللي جايه ده خلاص رسمي بتاعنا. مين زي امام في القاره؟ قول لي انت. مفيش. فانت مش هتعوضه، بخلاف انت عمرك بعت لاعب بملايين عوضته. انت عوضت منعم؟ لا. عوضت حد بتمشيه بملايين؟ جبت حد زيه؟ لا. فارجوكم ما تمشوش امام. حافظوا على قوام الفرقه، لان لا يعنينا الارقام، لا يعنيني الكوره. انا فاهمش في الفلوس وارقامكم ماليش دعوه بيها.